ربنا عارف التحديات اللي بنعيشها، وعارف إن الدنيا غرور، وعارف إن النفس ضعيفة، وعشان كده عمل لك مكافأة كبيرة على التوبة، مكافأة تتناسب مع كرمه ورحمته. المكافأة دي إنه بيبدل ذنوبك حسنات. أصلا أنت كنت سنين في حالة من الغفلة، وكنت بتعمل حاجات غلط، ودلوقتي فقت. فربنا بيقولك ما تقلقش، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. مش بقولك والله يعدكم مغفرة منه وفضله؟ لما تتوب عن ذنب ويجي الشيطان يفكرك بيه ويقولك ما تنساش انك عملت الذنب الفلاني في اليوم الفلاني، افتكره كحسنة مش ذنب، لأن يقينا في الله وتصديقا بكلامه ده منك تبت عنه، يبقى أكيد ربنا بدله حسنات. ربنا بيفرح بيك فرح يليق بجلاله وعظمته. فأفعال الله ليست كأفعال العباد، ولكن بسط لنا المعنى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام علشان احنا نفهم انه أمر كبير. بفرحة الراجل اللي بتضيع دابته في الصحراء وعليها كل أكله وشربه، ويقعد يستنى الموت، يعني يئس من الحياة، وبعدين يلاقيها قدامه وكأن اتكتب له عمر جديد. ربنا في الحديث ده عايز يوصل للإنسان المعنى بالمفهوم اللي يقدر يتخيله عقله، إن الموضوع كبير، وإن ربنا بيفرح فرح يليق بجلاله، وده من شدة رحمة ربنا بينا وكرمه علينا. لو أنت هتوب بس عشان ربنا يفرح بيك بذمتك مش كفاية؟ مش لو بتحب حد بتبقى نفسك تفرحه؟